السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني، انا ايه فودة من قناة كل يوم وصفة، وان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة العاشورة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. هنعمل مع بعض العاشورة بالشكل ده. هنعمل 2 كيلو من القمح، وبمناسبة ان النهاردة عاشورة عشان نوزع للحبايب كلهم. اعرفك ازاي تعملها وتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. هنا مقدمين على وشها مكسرات معانا. ممكن لو انت هتعملي في بيتك على قدك انت ولادك، تزوقيها بكريم شانتيه وتحطي مانجا في النص، او تقدمي مكسرات زي ما احنا عاملين كده. لو انت حابه تقدميها بشكل جديد. لو لسه ما اشتركتوش، اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكل سنه وحضراتكم طيبين. ويلا نبدا نشوف عملناها ازاي. واول حاجه عشان نعمل العاشوره معانا 2 كيلو من القمح. نقناهم وغسلناهم كويس ونقعناهم 5 ساعات، ولو في وقت تنقعيهم ليله كامله، وهنشطفهم ونرجع نشوفهم مع بعض ان شاء الله. وهنا بعد ما صفينا القمح وشطفناه، وطبعا القمح اللي معانا حبايه سليم. ممكن لو موجوده عندك اللي هي المبشوره استعمليها، بس احنا الموجوده عندنا اللي هي الحبايه السليم. لا 4 رتل من الميه. بسم الله. كده ضفنا ال 2 كيلو من القمح 4 رتل من الميه. واهم حاجه ان هي تبقى حله كبيره واسعه معانا كده، عشان احنا معانا 2 كيلو من القمح. ودلوقتي هنرفعهم على النار. وهنا كده حطينا الحله على النار وولعنا النار. هنسيب النار عاليه لحد ما الميه تغلي معانا، واول ما تغلي هنخلي النار وسط ونغطي عليها ونسيبها تكمل سوا. هتاخد معانا حوالي نص ساعه، ونرجع نشوف مع بعض ونعرف ازاي ان هو كده استوى. هنا كده قمح العاشوره بعد ما استوى معانا، شايفين ما شاء الله، وفشر واستوى بقى دايب. شوف مع بعض، شايفين ما شاء الله دايبه كده. خلاص بقت جاهزه معانا. ممكن في الوقت ده لو انت حابه تنعمها شويه هتضربها بالهاند بلندر، او ممكن تسيبها كده. بسم الله. هنديها بس ضربه بالهاند بلندر، مش هنعمها او ضربه بس كده بالهاند بلندر. كده بعد ما نعمنا العاشوره شويه هنضيف لها كوبايتين من السكر. بسم الله. والسكر حسب الرغبه، ممكن تقللي او تزودي عن كده. بسم الله. وهضيف 6 كيلو من الحليب. كيلو القمح بياخد معانا 3 كيلو من الحليب. هنعلي النار ونسيبه يغلي، ولازم تضيفي السكر في الاول عشان يغلي معاكي، عشان القمح يبقى معاكي شارب من السكر كده زي ما احنا شايفين. وهنسيبها تغلي. لقيتها سكرها قليل شويه فاضيف نص كمان كوبايه من السكر. وطبعا ده حسب الرغبه، كل انت بتدوقيه وبتظبطي السكر اللي انت حباه. احنا الحليب هيشيل منه كوبايه عشان يدوب فيها النشا كده. وهنسيبه يغلي. هنعليه معلقتين من جوز الهند، يعني كيلو القمح ليه معلقتين. وهننزل كده عشان تغلي بيها كده في العاشوره. وهنا معانا كوبايه الحليب اللي احنا حايشينها من ال6 كيلو حليب. وهنضيف لهم 6 معالق كبار من النشا، يعني كيلو القمح ليه 3 معالق كبار من النشا، معالق هرميه 8 معالق كبار من الكريم شانتيه. لكل كيلو من القمح 4 معالق كبار من الكريم شانتيه. دي يخلي معاكي الطعم كريمي. لحد دلوقتي كده القمح بالحليب بالسكر لحد ما غلى كان كده معانا بليله. يعني انت لو عاوزه تعملي بليله هتسوي القمح زي ما احنا سويناه، وهتحط له السكر وهتحط له اللبن لحد ما يغلي فعنه كده يبقى معاكي بليله. هي البليله بيبقى قوامها سايب، ما نضفلهاش كريم شانتيه ولا بنضيف لها نشا ولا بنقلب النشا مع الكريم شانتيه وندوبهم كويس. وفي الوقت ده بعد ما قلبناهم كده جاهزين. لو حابه تضيفي حليب بودره هتضيفي، مش حابه استغنى عنه. انا هضيف معلقتين كبار من الحليب البودره واقلبه مع النشا مع الكريم شانتيه. احنا كده قلنا دي اختياري، لو حابه تضيفيه تضيفيه. كده خلاص بقت جاهزه معانا. وكده بعد ما الحليب غلى معانا هننزل بالخليط اللي هو النشا على الكريم شانتيه على الحليب البودره. بسم الله. نقلبهم كده كلهم مع بعض كويس ونهدي النار. بس لما نسيب النشا تغلي عشان ما يبقاش طعم النشا باين معانا. هنسيبها تغلي، واول ما تغلي كده تبقى جاهزه معانا. برضه انا بحب اضيف زي الحليب البودره كده، ممكن تضيفيه وممكن تستغنى عنها. معلقتين كبار من القشطه، قشطه وش الحليب عادي، او لو عندك معلب ممكن تحطي عليه. ضفنا كده معلقتين من القشطه كده زي ما قلنا. الحليب البودره والقشطه اضافات. كده بعد ما العاشوره غلت معانا هنضيف لها 4 تظرف من الفانيليا. ورد لو انت حابه تضيفيه، اي روايح انت حابه تضيفيها، بس تضيفيها في الاخر عشان تضيفيها وتطفي. كده بعد ما العاشوره غلت معانا خلاص كده، وحطينا لها الفانيليا. خلاص كده بقت جاهزه معانا. هنعبيها مع بعض. وكده زي ما احنا شايفين بنعبيهم في الاطباق بالشكل ده، او ممكن اطباق رز بلبن، او في اطباق اصغر من دي اللي انت حابه تعبي فيه، او لو انت بتعملي لبيتك ربع كيلو تعبيهم في كاسات عادي. اللي نعبيهم ونرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. وكده زي ما احنا شايفين مع بعض ما شاء الله، بعد ما عبينا العاشوره بالشكل ده وقدمناها وحطينا على وشها مكسرات. اي نوع مكسرات عندك حابه تضيفيه. احنا حطينا فستق وجوز الهند وزبيب بالشكل ده كده. وانت لو عامله لاولادك في البيت ممكن تضيفي كريم شانتيه او قطع مانجا وتحطها على الوش. قطع مانجا تحطها في النص، وكريم شانتيه على حرف الكاسه كده.
هنا ما شاء الله طلعت معانا كميه كبيره، ال2 كيلو ما شاء الله طلع معانا كميه كبيره قوي. لو عجبتكم وصفتنا النهارده اعملوا متابعه وشير.